السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات عادل. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا ربي. البنات اليوم جبت لكم وصفه تاع الدجاج نطيبوه في المقلاة العجيبه بواحد التتبيله بزاف بنينه تجي هايله. صدقوني التتبيله هذه بزاف تجيبني تطيب لنا لهذا الدجاج. عندي هنايا هامليك، عندي هنا دجاج، عندي هنا دو كويس. ديري واش حبيتي، تحبي دجاجه ولا لي كويس واش حبيتي ديريه الافخاد. الان هنا واش عندي هنايا كمون هاوليك، وعندي هنا راس الحانوت هاوليك راس الحانوت، وعندي هنا تابل الدجاج هاوليك التابل تاع الدجاج. عندي هنا فلفل اسود هاوليك، وعندي فلفل عكري اللي هو التحميره، فلفل عكري بابريكا. عندي هنا ملعقه تاع الزبده هايليك نحطها هنا معاها. عندي هنا ملعقه تاع لا موتارد هايليك، ملعقه تاع لا موتارد. وعندي هنا ياغورت ناتور، ياغورت طبيعي هايليك. عندي علبه طبيعي هايليك. وعندي كميه تاع الزيت هايليك، فنجان تاع الزيت درتو هنا باش تشرب لنا التتبيله مليح. عندي هنا ملعقه تاع الهريسه، يبقى اختياري اللي يحب يدير يحب ما يديرش. انا ما درتش ملعقه كبيره باش ما تجيش حاره بزاف، تعطينا برك الذوق هايليك. وعندي ملعقه تاع طماطم هايليك، ملعقه صغيره تاع الطماطم هايليك هكذا. وعندي عصرة تاع القارص هايليك، نصف حبة قارص يعطينا ذوق بنين هذا الدجاج. والدجاج باش يطريهولنا باش يجي طري هايليك. الان واش ندير؟ الان نحكم البرا ميكسور هذا هاوليك، نحكمو هذا البرا ميكسور نخلطوه كامل هكذا هايليك. مازال ما شعلتوش، نشعلو قبل. هايليك نخلطو هكذا كامل مليح هكذا. نزيد لها ملعقه تاع الثوم هايليك، ولا ديروا 3 فصوص تاع الثوم هايليك. انا عندي الثوم مرحيه حطيتها في الفريجيدار هايليك. خلطوا كامل المكونات هذوما، اللي ما عندوش البرا يخلطهم بالملعقه هايليك. الرائحه تاع التتبيله بزاف بنينه هاي تريك هايليك هكذا. الان نزيد لها كميه تاع زعتره، انا عندي زعتره مرحيه نزيد لها شويه هايليك هكذا. انا عندي كميه ندير لها كميه تاع زعتره هايليك، عندي زعتره مرحيه ما نكثرولهاش بزاف لانه من بعد تجي مره هايليك. درت لها غير كميه صغيره، ما درتهاش في الاول، تقدروا ديروها في الاول. ولا عندكم هذيك تاع هذيك فريشكا هذيك تكون طريه خضره هكذاك، هذيك مليحه تانيت هايليك. والان نحطوا هذوك افخاذ الدجاج هنايا ونحطوا فوقهم كامل هذه التتبيله هذه كامل هكذا نخلوهم مليح، ديروهم وتخلوهم واحد ساعه ولا شحال حبيتي، ولا تحبي ديريهم من الليل الغدوه يجوا بنان هايليك هكذا
والان نقلبهم هكذا ونزيد نتبلهم من هاد الجهه اللي منا. تحبوا تحلوهم هكذا، تقطعوهم هكذا بالموس وتتبلوهم، زيدوا تحلوهم كيما تحبوا هكذا. تخليهم شويه بعد نديرهم يطيبوا هكذا. الوصفه بزاف هايله هذه. هكذا هكذا هايليك هكذا. والان تبلناهم هكذا، الان نغطيوهم ونخليهم أموا واحد نص ساعه ونبداو في الطهي ديالهم. انا الان نحطهم ونعاود نولي لكم. هايليك البنات، هذه هي المقلاة العجيبه اللي قلت لكم عليها، الطيب هايله. هايليك الان راني هذاك الدجاج هاوليك بعد ما خليناه نص ساعه. هاوليك هايليك دوكا راني دهنتها بالزبده، ولا حبي يدير لها شويه سمن كيما حبيتي. والان واش نديرو، نحطها تسخن قبل شويه فوق الفرن ونبدا نستف في الدجاج تاعنا فيها. والان البنات هايليك بعد ما سخنت، الان نبدا نستف في هذاك الدجاج اللي طيبناه هاوليك اللي تبلتو. هاوليك الان نخليه خليه يقعد شويه، خليه خديج ما يتحمر لي شويه، ومن بعد نقص للفرن. هايليك نحط هذيك التتبيله كامل فوقه هكذا. هايليك نقص كامل، ندير كامل هاد التتبيله هكذا فيه خليها تزيد تكمل هكذا. هايليك الان نحطها تتحمر لي شويه من التحت، ومن بعد نقصوا الفرن. الان نخلي ياخذ التحميره هذه. الان البنات هاوليك الدجاج تاعنا بعد ما طاب، شوفوا كيفاش جا طري. هاوليك وزدنا رافقناه مع بطاطا لا بيوري، وتحبوا ترفقوه مع بطاطا مقليه ولا بطاطا مغليه مصوتيه كيما حبيتوا. هايليك شوفوا تحبوا ترفقوها مع مقارون ولا يعني جا طري بزاف. هاوليك شوفوا كيفاش جا طري، شوفوا يتفتت وحده. هاوليك شوف هاد المقله العجيبه بزاف هايله، ويعني بسومه معقوله ماشي غاليه بزاف. ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه هذه، وكاين بزاف وصفات يطيبوا فيها تانيت. ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه وتعجبكم، وما بقى لكم غير تقولوا لي حطوا لي في لي كومونتير، تقولوا لي الا عجبتكم، وما تنساوش ديروا جيم، وشهيتكم في الجنه شهيه طيبه. ونتلاقى معكم ان شاء الله في وصفه واحده اخرى وفي فيديو اخر. سلام.